إيه الأخبار؟ قبل ما أتكلم عن أي حاجة تخص موضوع النهاردة وهو الخوف من الفشل وتحقيق الهدف، حابب أحكي لكم قصة حصلت معانا شخصيا لغاية النهاردة، ولو فات عليها سنين أنا لا يمكن أنساها. في يوم من الأيام كان عندي امتحانين في يوم واحد، والحقيقة إن دوت ما كانش العادي أبدا إن هو يحصل في الكلية بتاعتي، لأن المواد بتاعتها يعني تقيلة جدا، وعشان تذاكر مادة واحدة وتخلصها أنت مش محتاج أقل من أسبوع، حتى الأسبوع في أغلب الأحيان ما كانش بيكفي. بس أنا بحكم إني كنت شايل كذا مادة فالجدول بتاعي اتلخبط، وعلى عكس الطبيعي صدفت ان اصعب مادتين في الترم بل في سنين الدراسه كلها ان امتحنهم في نفس اليوم. وعلشان تبقوا معايا في الصوره، ماده واحده من دول كانت بتخلي الدفعه كلها تصيح وتشتكي من صعوبتها وطول ما انا هشه، ما بالك بقى ان هي صدفت ان الامتحانين يبقوا في نفس اليوم. بس انا هكدب عليكم، انا اجتهدت جدا وقررت ان مفيش حاجه هتهزني، قلت انا هذاكر وهنجح فيهم وهسيبها على ربنا بقى. وفعلا ذاكرت المادتين كويس جدا، ومن بدايه الترم كنت عامل حساب اليوم ده، اليوم اللي انا همتحن فيه مادتين من اصعب ما يكون. بس للاسف رغم تعب ومجهود الجبار، ليله الامتحان او بمعنى اصح ليله الامتحانين جالي خوف رهيب ووجع في المعده وعجز عن الحركه وشعور بغمغان في النفس كده، ومع كل لحظه نفسي كانت بتضيق وكنت بسمع دقات قلبي. فضلت سهران للفجر ومش عارف هخلص الماده الاولانيه ولا الثانيه، تهت والمعلومات كلها دخلت في بعضيها. علشان بعدها قررت ان انا مش هدخل الامتحانين دول خالص، واللي يحصل يحصل بقى. وقررت ان انا هنزل في ميعاد الامتحان بس هتمشى واشم نفسي وخلاص، تتعوض في السنه الجايه، ما هي الدنيا يعني مش هتطير. بس فجاه جالي هاتف صوت جوايا كده بيقول لي ما تجرب، هتخسر ايه يعني؟ في الحقيقه انا استجبت للصوت اللي جوايا وقررت ان ادخل ماده واحده بس فيهم، والتانيه يعني اجلها للسنه الجايه. وفعلا دخلت الماده الاولى، ومش هتصدقوا امتحانها مر عليا كده بسلام، وكان من اسهل الامتحانات اللي مرت عليا في حياتي. وبعد ما طلعت من الامتحان كنت خلاص يعني ماشي من الكليه، بس جالي نفس الهاتف وقال لي طيب ما تجرب تدخل الماده التانيه، مش يمكن تصيب وتتوفق فيها هي كمان. كان باقي ساعتين على الامتحان التاني، قلت في نفسي كده خليني اقرا كده اي حاجه من الماده لعل وعسى تصيب، وقد كان ودخلت الامتحان. الصراحه هو ما كانش بسهوله الامتحان الاول، بس اهي عدت وخلاص. المفاجاه بقى لما طلعت النتيجه لقيت نفسي ان انا نجحت في المادتين، مش بس كده واتخرجت من الكليه كمان. ما انا نسيت اقول لكم ان الترم دوت كان ترم التخرج بتاعي. تخيلوا بقى ان لو سبت الامتحانين دول كان زماني قعدت ترم كامل في الكليه ويمكن اكتر. فتخيلوا بقى الخوف من الفشل كان هيضيع عليا وقت قد ايه، ده يمكن كان يخليني لسه قاعد في الكليه لغايه دلوقتي. الخوف من الفشل يا صاحبي هو الشعور الحقيقي العميق داخل قلبك اللي ممكن يمنعك من الوصول، مع ان امكانياتك ممكن تبقى عاليه، بس خوفك هو اللي معجزك مخليك محلك سر. هو الشعور اللي بينغص عليك عيشتك وبيخليك بعيد كل البعد عن الاتقان والابداع. فالخوف من الفشل يا صديقي ممكن يمنعك من ممارسه ابسط المهارات اليوميه. فاكيد اي حد منكم دلوقتي حس بالشعور دوت ولو حتى مره واحده في حياته. مش مشكله، بس المشكله انك تحس بالشعور دوت طول الوقت وفي اي حاجه انت مقبل عليها. ولو انت من الناس اللي دايما خايفين يفشلوا وبالتالي لا يمكن يوصلوا لاهدافهم، كمل معايا الفيديو للاخر علشان هديك حل سحري للتغلب على كل مخاوفك. بس الاول محتاجين ان احنا نعرف هل في اسباب معينه للخوف من الفشل، علشان لو حطينا ايدينا على اسباب الجرح اكيد هنقدر نعالجه بطريقه صحيحه. يعني لو الجرح بسبب رصاصه لازم نشيلها، انما لو الجرح بسبب عضة كلب لازم ناخد لها مصل الاول، ولو الجرح بسبب حروق في طريقه طبيه مناسبه لعلاج الحروق، وهكذا يا صديقي. في اي حاجه في حياتك لازم تعرف السبب علشان تسهل عليك كتير في حياتك. فمن اهم اسباب الخوف من الفشل هو تعرضك لطفوله قاسيه جدا فيها الاب او الام بيعاقبوا عقاب في منتهى القسوه لاتفه الاسباب. السبب الثاني هو طلبك للوصول الى الكمال، يعني هتلاقي بعض الناس كده عايزين ان هم يعملوا كل حاجه صح ما يبقاش فيها ولا غلطه واحده. والحقيقه يا صديقي ان ديت حاجه شبه مستحيله، لان هي بتخالف وبتنافي سنه الحياه. يعني الطفل مش هيمشي الا اذا ان هو وجع كتير قبله، وانت مش هتبقى شاطر ومتمكن من شغلك كده من الاول، لابد وانك لازم تمر بمراحل كتير جدا عشان تبقى متمكن وشاطر. وقيس على دوت بقى في كل حاجه في حياتك. السبب الثالث للخوف من الفشل هو تعرضك لفشل قبل كده، سقطت مثلا في ماده وخايف انك تدخلها تاني، اترفضت في انترفيو خايف انك تعيد القاره من جديد، جربت رياضه معينه وكل الموجودين اتريقوا عليك لانك بتمارسها غلط، وغيرها من تجارب فاشله واليمه وارد جدا انك تكون مريت بها في حياتك. ودلوقتي بقى انا هديك خطه علاجيه من العيار التقيل، واوعدك لو طبقتها هتتخلص من كل مخاوفك وهتوصل لهدفك. مش شرط من المره الاولى، يمكن المره الثانيه او الثالثه.
المهم انك تحاول وتعمل اللي عليك. الخطوه الاولى يا صديقي هي الاعتراف. لازم تقعد مع نفسك وتقول انا بعاني من المشكله الفلانيه، انا بعاني من الخوف من الفشل، انا محتاج اتعالج، انا هبذل قصارى جهد علشان اتعالج. بالاعتراف دوت انت قطعت نص الطريق. ما هو خلاص انا عرفت المرض، باجي بقى ان اتعالج. وما تقلقش، الخوف من الفشل حاجه بسيطه وعلاجها موجود وفعال. الخطوه الثانيه بقى هي انك تحلل خوفك، يعني تقعد مع نفسك تفكر بصوت عالي او في سرك، او حتى انك تكتب في ورقه يا ترى انا خايف ليه. عارف الخطوه ديت ان هي محلتش المشكله، هتريح قلبك بشكل كبير جدا، وهتبطل انك تسمع صوت دقات قلبك من كتر القلق والخوف. خليني اسهلها عليك اكتر، يعني تخيل انك عايز تغير وظيفتك لوظيفه بمرتب اكبر وهتضمن لك مستوى معيشي افضل، بس انت خايف تفقد وظيفتك وما تحققش اي حاجه في الوظيفه الجديده. عندك حق تخاف، سبب بصراحه مقنع للخوف. خلاص عرفنا سبب خوفنا، يلا بقى نتصرف. وديت الخطوه الثانيه، التصرف يا صاحبي. تعالوا كده نقيس على المثل السابق. لو انت خايف انك تفقد وظيفتك، انت عندك حق، انا مش بقول لك اتهور ويلا استقيل، بس ليه ما تمشيش في اتجاه متوازي؟ خليك في وظيفتك وابدا في الحاجات اللي هي تأهلك للوظيفه الجديده. خد كورسات مثلا، استفيد من تجارب الناس واسالهم، قسم هدفك الجديد على خطوات معينه وامشي عليها. صحيح ان وقتك هيتشغل شويه، بس هتبقى مضغوط، بس وماله، ما انت عارف طعم النجاح حلو قد ايه. وهنا بقى ننتقل للخطوه الرابعه. تخيل لو انت خدت الخطوه اللي انت خايف منها ديت، ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل؟ اتخيلها وخلاص. يلا حط خطط بديله تحسسك بالامان، وبعدها اتخيل افضل نتيجه للحاجه اللي انت خايف منها. اتخيلت خلاص؟ شفت بقى حلاوه النجاح جميله ازاي؟ عايزك كمان تتخيل نتيجه كسلك وخوفك من الخطوه اللي بقالك كتير عايز تاخدها في حياتك. شوف هتخسر قد ايه بالتقاعس والخوف، وشوف المكاسب اللي هتجنيها لما تاخدها. وبحوارك مع نفسك اوعدك انك هتتحرك لقدام. منكرش ان الخوف ممكن يبقى كبير وعميق لدرجه انك مش قادر تتخيل الحاجه ولا تفكر فيها. ساعتها بقى انت محتاج معالج نفسي يساعدك وياخد بايدك خطوه لقدام. واخيرا يا صديقي، افتكر ان الفشل طبيعه بشريه، حاجه كده من بديهيات الحياه، مش عيب ابدا انك تمر بيها، بالعكس ده انت لازم تمر بيها، والا تكون خالفت سنه من سنن الكون. بس دورك هنا لازم يجي، لازم تحاول وما تخافش. واعرف ان بالاثباتات كلها اغلب المخاوف اللي بيحس بيها الانسان مش بتحصل اصلا. عارف ايه الدليل؟ الدليل انت يا صديقي. افتكر كده كام مره خفت من حاجه وحصلت. مش بس كده، ده انت ياما وبعد مرور الزمان ضحكت على نفسك وقلت ازاي كنت عبيط كده وخايف من الحاجه الفلانيه دي. طيب ما انا كويس اهو، الحمد لله ما حصلش حاجه. وبكده اكون خلصت موضوع النهارده. ما تنساش بقى انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. وبكده برضو نكون هنا السنه بسلام بفيديو جديد تدخل بيه السنه الجديده وانت في تحدي جديد مع نفسك ضد الفشل اللي في حياتك وضد مخاوفك. يلا سلام.